يا مساء الهنا عليكم. مين اللي اخترع العربيات وخلانا نركب عربيات؟ أول عربية ظهرت اللي كان مصنعها اسمه نيكولاس جوزيف، ده في سنة 1769. والعربية ديت كانت بتمشي بالبخار، وكانت سرعتها 2.5 مايل في الساعة. أما بقى العربية التانية، ودي أول عربية كهربائية في التاريخ، يعني العربية الكهرباء مش لسه طالعة جديد، دي سنة 1832 لحد سنة 1889. روبرت أندرسون من اسكتلندا طلع العربية الكهربائية. أما بقى أول عربية حقيقية أو أول عربية فعلا بقت بتمشي بالبنزين، ده كانت من كارل بنز، وديت كانت في ألمانيا ما بين 1885 و 1886.